السلام عليكم، ازيكم يا ابطال سنة أولى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحل النهارده يا باشمهندسين مع أسئلة اختر متعدد من تمارين 17 اللي هو درس المطلعات ومتواجد في كتاب المعاصر صفحة 225. خلينا نشوف السؤال بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. أي من الأشكال التالية ليس له محور تماثل؟ تعال نشوف أول حاجة. اسم الشكل ايه؟ معين. ايه يا مستر ده؟ يا مستر شكل متوازي مستطيلات؟ لا باشمهندسي اسمه معين. طب ليه؟ إن جميع أضلاعه متساوية. جميع أضلاعه ايه؟ متساوية أهو. فيبقى اسمه معين. طب يا مستر عدد محاور تماثل معين اتنين، هما فين؟ أدي واحد والتاني اهو يا باشمهندس. طب اللي بعد كده، هنا يا مستر كل ضلعين متقابلان متساويان وفي زوايا قائمة يبقى اسمه مستطيل. ادي كلمة مستطيل. حلو. مستر عدد محاور تماثل المستطيل اتنين اهو. واحد اتنين. طب اللي بعد كده ده اسمه ايه؟ متوازي اضلاع. متوازي اضلاع. هو ده يا باشمهندس اللي ملهوش محاور تماثل. طب اخر شكل اسمه مربع اهو. طب عدد محاور تماثل المربع أربعة. هما فين؟ واحد اتنين تلاتة أربعة. دي كده يا باشمهندس عايزين ايه؟ نغيروها. تمام. هو يا باشمهندسي بيبقى بالشكل ده. هنمسح بس الجزئية التانية دي اللي هي يا باشمهندسي ديت اهو. بس كده. تعال نجيب السؤال بعد كده. السؤال رقم اتنين بيقول لك أي من الزوايا الآتية يجب أن تكون إحدى زوايا المضلع الداخلي يكون مقعر. ثواني. عشان يكون مقعر يا مستر لازم يبقى في زاوية عاملة كده. اسمها زاوية ايه؟ منعكسة. برافو عليك. طب هنا عدد محاور تماثل المضلع متزن الأضلاع الذي عدد أضلاعه تسعة. محاور التماثل يا باشمهندسي لمضلع تسعة ويكون منتظم فبيساوي عدد الأضلاع اللي هو بتساوي كام؟ تسعة محاور تماثل. طب السؤال رقم أربعة. قياس زاوية المضلع المنتظم الداخلية الذي عدد أضلاعه 10. فنجوم القانون. طب القانون اللي هو بيقول إيه يا مستر؟ بيقول هنا يا باشمهندسي إن ناقص اتنين مضروبة في 180. خلي بالك أنت كده بتجيب الزوايا كلها. هو عايز زاوية واحدة فبنقسم على الإن تاني. الإن هنا يا باشمهندسي هو ب10. طب هي اللي إيه يا باشمهندسي الإن ديت؟ هو عدد الأضلاع. فنقوله 10 ناقص الاتنين مضروبة في 180 على ال10. أكتب الحاسبة وادي يا باشمهندسي 10 ناقص 2 ب8 يبقى 8 في 180 على ال10 بتساوي 144. 144. لقيت الرقم ده اختار. طب رقم 5 بيقول لك في الشكل المقابل دهوت عايز قيمة اكس. باشمهندسي هو شكل ايه؟ 1 2 3 4 5. شكل خماسي يبقى تجيب لي مجموع الزوايا الداخلية الشكل الخماسي. مجموع الزوايا الداخلية للشكل الخماسي. هو كام يا مستر؟ بنفس القانون بس انا مش هنكتبه. هتعمل كالتالي عشان نعرفك هتعمل ايه اهو. هتقول لي كالتالي افتح قوس 5 ناقص الاتنين اقفل القوس مضروبة في 180. طب والمقام ده يا مستر هو المفروض نكتب واحد. انا مش عايز واحد انا عايز كله. يبقى بتساوي 540. فنروح نعمل كالتالي يا باشمهندس نجمع الزاوية دي كلها ونساوي 540. دي كده اسمها اكس زائد 90 90 90 زائد 90 زائد كام ديت 100 زائد اللي فوق ده يا مستر ب120. كل ده هندسة بيساوي 540. هتجمع لي ده همت كده على آلتك الحاسبة. هتبقى الحاسبة نقول 90 زائد 90 زائد 100 زائد 120 تطلع معايا بكام؟ ب400. فنقوله إكس زائد ال400 بتساوي 540 وأديها بعكس إشارة تبقى الإكس يا باشمهندسة عبارة عن كام؟ برافو عليك يا هندسة عبارة عن 140 أهو. لأن هي يا باشمهندسة صفر أهو. بص كده تبقى 540 ناقص 400. صفر ناقص صفر بصفر وأربعة ناقص صفر بأربعة وواحد 5 ناقص الأربعة بواحد. أو اعمل على الحاسب مش تفرق يعني. السؤال رقم 6 بيقول لك هندسي في الشكل المقابل عايز قيمة إكس. ده يا باشمهندسي مثلث متساوي الأضلاع فكل زاوية من زاوية بكام؟ برافو عليك ب60 درجة. أدي الستينات أهي. حلو. دي بكام؟ زاوية مستقيمة قياسها ب180. دي إكس تبقى اسمها إكس. يبقى نقول له إكس زائد الإكس زائد ال60 كده بيساوي 180. إكس وإكس 2 إكس وأدي بعكس إشارة فتبقى 180 هنشيل منهم 60 اللي هي ب120. إكس من ده على الاتنين وده على الاتنين فتلاقي إن قيمة إكس بتساوي كام؟ بتساوي 60 درجة اللي هي رقم كام؟ رقم ب. طب شوف السؤال رقم 7 بيقول لك هنا يا باشمهندس إحنا عايزين قياس زاوية إكس اللي ده. تعال نشتغل المثلث. دي يا مستر مثلث متساوي الأضلاع فكل زاوية من زواياه ب60 درجة. جميل. والزاوية اللي في وشه كمان بتساوي 60 عشان زاويتين متقابلتين بالرأس. مجموع الزوايا دهيت بيساوي كام؟ هنقول دوت إكس زائد 90 زائد 130 زائد 120 زائد 60.
تعال نشوف مضلع ايه، 1 2 3 4 5 بتساوي 540 اللي هو مضلع خماسي. اجمع ده هما كده يا باشمهندسي على آلتك الحاسبة، هات الآلة الحاسبة. 90 زائد 130 زائد 120 زائد 60 بس كده بيساوي 400. ادي 400. ودي كام يا مستر؟ اكس زائد 400 بتساوي 540. فتبقى الاكس يا باشمهندسي بتساوي كام؟ برافو عليك 140. الاختيار رقم د. السؤال رقم 8 بيقول لك في الشكل المقابل ده يا باشمهندسي عايز قيمة اكس. يبقى أنا يا باشمهندسي نروح نجمع قيمة اكس الأول. بص كده، هنا عندك بخمسة وستة وأربعة وخمسة 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 وعشرين من مية وأربعة وخمسة وعشرين من مية. آلتك الحاسبة تجمعهم لي زي ما هما كده. أول حاجة ستة الأول، بعديها أربعة، بعديها خمسة، بعديها خمسة وخمسة وعشرين من مية، بعديها أربعة وخمسة من عشرة، بعديها خمسة. كده بيساوي كام؟ بيساوي 29 و75 من 100 أهوت. 29 و75 من 100 زائد إجمالي عفوا قيمة إكس يا باشمهندس الأول أهوت، زائد الأرقام بقى يا باشمهندس. الأرقام اللي هي منين؟ امسح كده أهو. بص -8 وموجب 5 ومفيش و8 وموجب 1. يلا بينا. أول حاجة -8 بعديها زائد 5 بعديها موجب 8 بعديها موجب 1 بتساوي 6. يبقى نقول له يا مستر هنا ديت بتساوي 6. ودي كده يا باشمهندس مضلع ايه؟ 1 2 3 4 5 6. ده مضلع سداسي. يبقى مجموع الزوايا كلها بكام؟ ب720. وأديها بعكس إشارة، يبقى دي عبارة عن 29 صحيح 75 من 100 إكس بتساوي 714. نقسم على قدام الإكس وعلى قدام الإكس هنا أدي آلتك الحاسبة. نقوله كالتالي 714 على 29 و75 من 100 بتساوي 24. يبقى قيمة إكس هي 24 والاختيار رقم كام؟ رقم ب. والسؤال دي كده خلاص يا باشمهندس. وبكده يا باشمهندس احنا خلصنا الدرس بتاعنا يا باشمهندسي. تقدر يا باشمهندس تتابع معانا في قناة جيل الخاصة بحل كتاب المعاصر كامل، عشان لو بهمك أي حاجة تقدر تيجي عليها في أي وقت. وكمان يا باشمهندسي هنسيب لك قناة جيل الخاصة بالمراجعات وحل الاختبارات ومراجعات الشهور، تقدر تتفرج عليها هناك. ونشوفكم في الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.